السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أحبتي. اليوم إن شاء الله راح نحضروا من مطبخ ريناد جاسمي دائما وصفة مقروض اللوز. كما راكم تشوفوا وصفة رائعة جدا، وراح نعطيكم الأسرار كامل باش تنجحوا فيها وتجيكم طرية كما راكم تشوفوا هكا. ونعطيكم السر الثاني اللي راح يخلي السكر كما راكم تشوفوا لاصق وما يعذبكمش يعني في التلصاق تاعو، راح يلصق فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. شوفوا كلهم على حبه، يعني السكر تاعهم مقلاصي بيان، يجوا معسلين من داخل طريين روعه. بسم الله، نبدو على بركة الله. المقادير كما راكم تشوفوا هنا عندي كيلو تاع لوز. شريت لوز حب من غير ما نحمصه، يعني مباشرة طحنته في رحيته. كما راكم تشوفوا لازم تحصلوا على مش رقيق بزاف ومش خشين، كما راكم تشوفوا هكا يكون، يعني يكون كأنه كما السميد رقيق. عندي هنا 6 حبات بيض، 2 بيض كامل وربع حبات صفار، يعني حبتين بيض كامل وربع صفار. ونحتاج كذلك 4 ملاعق كبيرة برش الليمون، يعني حوالي 8 حبات ليمونات، يعني ملاح كبار. كي نقولوا مقروض اللوز يعني كمية مليحة من برش الليمون، وماذا بيكم ديروا الليمون الأصفر. طيب، وعندنا 400 جرام سكر ناعم الحبيبات، يعني يكون هذاك السكر الأرطب، ما يكونش هذاك السكر الخشين. ملعقتين كبيرة ماء الزهر، ملعقة صغيرة فاني، ملعقة كبيرة زبدة. وهنا هذا السر اللي راح نعطيه لكم باش يجيكم المقروض تاعكم الداخل معسل وما يجيكمش فيه هذيك التغزغيزه تاع السكر. انا بصراحه المقروض اللوز اذا لقيت فيه تغزغيزه تاع السكر ما نحبش ناكله. النشا راح يساعد بالشكل كبير انه يذوب لكم السكر في مقروض اللوز. طيب هنا راح نحضروا الشربات، نسبقوا نحضروها هي الاولى. وفي طنجرة حطيت كاس سكر، ونفس الكاس حطيت منه ماء، ومنه ماء الزهر، وملعقة كبيرة غلوكوز. هنا السر الثاني هو اللي في الكلاصاج، اللي راح نكين نقلاصو الكلاصاج تاعنا تاع السكر تجينا لاصقة كاملة ومتماسكة رائعة جدا، تجينا سهلة جدا في الخدمة تاعها. هي ملعقة الغلوكوز. الغلوكوز هي يعمل كأنه كولا في يعني يشد لكم السكر في هذيك الشربات، وفي نفس الوقت تقعد هذيك الشربات تاعكم بعد السكر تاعكم ما يتسكرش، ما يعودش كأنه طبقة هكا تتكسر، يعني يبقى طري. هذاك الكلاصاج تقعد طرية. نحطها على النار، أول ما تبدأ تغلي نحسب 10 دقائق ونطفي النار. وماذا بيكم تحضروها قبل بيوم الشربات باش تتعسل لكم وتولي لكم هكا كأنها كولا. طيب هنا حطيت صفار البيض والبيض كامل مع برش الليمون والفاني، وراح نمكسيهم مليح هنا باش يزيد يتنكه هذاك البيض مع البرش الليمون. ومن بعد راح نضيف عليه السكر. وماذا بيكم تحطوا في اناء هكا واسع باش يعني طويل طاس كيما هكا، باش تقدروا تميكسوا الخليط تاعكم بكل سهولة كيما هكا. وراح نمكسيه كامل كما راكم تشوفوا هكا حتى نحس هذاك السكر يعني بدا يذوب. نضيف عليه في الاخر هنا نشا. هذا نشا اول ما نضيفوه راح تشوفوا هذاك السكر كيفاش القوام تاعو يختلف، راح تحسوه انه ذاب وتبدل يعني الخليط تاعكم كامل. شوفوا كيفاش فتح اللون تاعو. وراح نضيف الخليط هذا كامل على اللوز. وطبعا ضفنا الماء الزهر، انا نسيت ما ذكرتوش، ضفت الماء الزهر في الاول يعني وانا نميكسي مع برش الليمون والبيض. فقط الزبده هي اللي ما ضفناهاش، راح نضيفوها في الاخر كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما نخلط نحس انه خلاص امتص هذيك اللوز، امتص كل السوائل، راح نضيف الزبده ونعجن، يعني ما نخافش، يعني نعجن مليح. وماذا بيكم يعني تحضروا العجينة هذه قبل بيوم، وإلا تحضروها صباح والعشية تخدموا بها كما أنا يعني حضرتها ومباشرة خدمتها، يعني شكلتها وخليتها غطيتها بكيس بلاستيك غذائي وخليتها حتى من غدوة باش طيبتها. هاي هكا ونعجن يعني مليح نعجنها. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، راح تجيكم رائعة طرية وهايلة. هكا تحبوا هكا تغلفوها بكيس بلاستيك وتخلوها من غدوة او العشية هكا تخدموها. مي انا كما قلت لكم خدمتها في نفس الوقت، بصح ما طيبتهاش، خليتها حتى من غدوة باش طيبتها.
والكيلو تاع اللوز هنا راح يخرج لكم حتى 36 حبه ملاح يعني كبار، واذا كانوا صغار شويه راح يخرج لكم 40 حبه. كيما راكم تشوفوا هكا راح نشكل حربوش، يعني انا درتهم جوني 36 حبه ملاح كبار، يعني كيما شفتوهم في الصور. يعني حبه هكا 36 حبه يجيكم قد يعني حوالي 45 غرام في كل حبه هكا. راح نشكل حربوش مليح كيما راكم تشوفوا، ونبدا نقطع. هما كاين قطعات خاصين بال هذو مقروض اللوز، اذا حبيتوا تستخدموا بهم، بصح انا هكا يجيني تقطع بيدي احسن. ونسويهم هكا بالكومبات هذه، وما ديروهمش يعني كي تكونوا تعوجوا في الموس ما تعوجوش ياسر، يعني خلوها كما تميلوش ياسر، يعني باش ما تجيكمش مقورن. يعني مقروض اللوز ما يجيش محبه، يعني ما تجيش مقروضه تجي هكا شوي كانها مربعه، رايحه المربعه شوي. هاي ليك الشكل تاعو كيفاش يجي هايل. هنا راح نحطه يطيب على درجة 150، درجة حرارة 150 مدة 10 دقائق، من 12 دقيقة ل 10 دقائق، ما تزيدولوش. لازم يعني يقعد من فوق أبيض يعني ينشف فقط، ومن تحت يحمر شوي هكا. وراح نحضروا المكان اللي راح نقلاصوا فيه. اول شيء نحضروا شباك، هذا الشربات كما راكم تشوفوا حضرناها قبل بيوم، وهذا المقروض كما راكم تشوفوا يقعد ابيض فقط، من تحت ياخذ شوي احمرار خفيف هكا. وسكر جلاسي غربلته وحطيته في كيس كما راكم تشوفوا. حطوا كميه مليحه تاع سكر جلاسي هكا مغربله، لازم ضروري انكم تغربلوها وتحطوها في الكيس. راح نبدا نشرب المقروض اللوز كما راكم تشوفوا دخله وخارجه فقط، ما نخلوش يتشمخ يعني ياسر، نخلوه فقط ندخله يتشمخ نعاود نحيه كما راكم تشوفوا. كندير كميه، ومن بعد راح نبدا نحطه في السكر. نحط الكميه كامله اللي درتها في السكر، يعني هنا درت 36 حبه قسمتها على 2، درت الكميه الاولى وكميه الثانيه هكا. يعني تاخذ لنا كميه ما شاء الله كي نحطوها في الصاش الكيس هذا بلاستيك، ونحرك برفق. هنا راهي الصوره مسرعه برك بينت لكم كاني نحرك بقوه، لا راني ندير فيه فقط هكا بشوي بشوي باش يتغلف الحبات كامل، ونخليهم هكا كيما راكم تشوفوا هكا نغلفهم مليح. نعرف كي باللي الحبات كامل تغلفت نغلق عليها من الكيس هكا، نديروا لتحت ونخليها مده ربع ساعه. بعد ربع ساعه راح نحيها كيما راكم تشوفوا نلقاه لاصق تماما، يعني يعني رائع جدا. يعني كيما قلت لكم هذيك الملعقه تاع الغلوكوز اللي درناها في السيرو راح تخلي لكم يعني السيرو تاعك او السكر تاعكم ما تخليش هذيك محجر، ما يتحجرش من بعد، وثاني يعني يلصق السكر بطريقه رائعه جدا. ومن بعد نغربل لكن بالصفاي نحط شويه كمان فوق وخلاص. هذه يعني بعد ما نحيه طبعا نحي الزياده تاع السكر كامل كيما راكم تشوفوا هنا، والليغو تاع النيلو هذا يساعد مليح باش ينحي لكم هذيك الزياده تاع السكر. فيه بعض الاخوات سالوني قالوا لي علاش راكي تغيبي علينا بزاف، يعني راكي تطولي علينا ياسر وباش تحطينا الفيديوهات ونشتاقوا لفيديوهاتكم، ماذا بيك يعني تحطينا الفيديوهات تاعك، ماذا بيك يعني تحطينا حتى في الاسبوع فيديو هكا. بصح والله ماذا بيا ونحاول على قدر الامكان يعني باش نحط لكم فيديوهات. بصح الله غالب يعني عندي ظروف خاصه يعني مع العمل تاعي الثاني، لاني ما عنديش فقط القناه تاع اليوتيوب، عندي عائلتي مسؤوله عليها اولادي وهكذا، وعندي كذلك عمل ثاني نخدم فيه، وعندي قناة ثانية بالمناسبة، عندي قناة ثانية بنخدم عليها وراح ندعيكم ليها اليوم إن شاء الله بإذن الله. باش تروحوا تزوروا القناة تاعي، راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، مش راح نقول لكم المحتوى تاع القناة بالضبط وش هو. راح تروحوا وتشوفوا وتخلوا لي يعني تعملوا اشتراك وتخلوا لي تعليقاتكم، تقولوا لي وش رأيكم في القناة. وكذلك اللي يحب يعني يزيد يستفسر أكثر يحب يتواصل معنا، خليت لكم في صندوق الوصف في الفيديوهات كامل، يعني فيها الواتساب، رقم الواتساب، فيه تليجرام، فيها انستغرام، صفحة الفيسبوك، وش متوفر عندكم تتواصلوا معايا مرحبا وسهلا. وراح نجاوب على كل استفساراتكم، يعني خلال ساعات قليلة بإذن الله راح نجاوب على كل استفساراتكم وأسئلتكم بخصوص محتوى اللي حطاته في القناة. طبعا كما قلت لكم مش راح نقول لكم مش هو المحتوى، راح تروحوا وتشوفوا وإن شاء الله يعني تفهموا الفكرة اللي نعم أطرحها عليكم.
وبس هكا. هذه ان شاء الله ربي يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. طيب خلي نكمل الوصفه. كما راكم تشوفوا هنا تقدروا الكلاصاج، مش لازم يعني انكم ديروا بالليغو، اذا كان مش متوفر عندكم حتى بيديكم تقدروا ديروا كما راني درت انا درك هكا بايدي. وهذا شكل المقروض اللوز بعد ما كملناه وحطيته في الكيسات، درت له كيسات بيوضه مقروضه ونقبات هذو تاع تيلو بيوضه ثاني. وراح نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاش دايره من الداخل. راح يجي طري، يجي معسل من الداخل، وراح يقعد هكا طري معسل يعني حتى اسبوعين كما راكم تشوفوا هكا. والى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو. كما راكم تشوفوا وصفه اليوم راهي جاهزه. نتمنى انكم تطبقوها وتنجحوا فيها لانها وصفه ناجحه 100%. اعطيتكم كل الاسرار باش تنجحوا فيها ان شاء الله. طيب اخواني اخواتي، وما تنسوش تروحوا للقناه الثانيه وتشتركوا وتخلوا لي تعليق من تعليقاتكم الجميله، تقولوا لي وش رايكم في القناه، وش رايكم في الفكره اللي عم اعرضها في القناه. ولانه لو تفهموا الفكره والشيء اللي عم اعرضه في القناه، لان الشيء راح يفيدكم كثير 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 ان شاء الله. اذا فهمتوا الشيء اللي عم اعرضه عليكم راح يتغير يعني مجرى حياتكم وراح يفيدكم كثير. انتظر تواصلكم، راح نخلي لكم مواقع التواصل لحتى تتواصلوا معي. راح نخلي لكم واتساب، صفحه الفيسبوك، التليجرام، الانستغرام، كل شيء اللي عندكم يعني الشيء الوسيله اللي عندكم تتواصلوا فيها معي، وراح يتم الرد عليكم خلال ساعات قليله، وراح نجاوب على كل استفساراتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى ووصفات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.